كل سنة وانتم طيبين و2025 سنة سعيدة عليكم. من أفلام رأس السنة والاحتفالات والكريسماس هو فيلم هوم ألون. فيلم هوم ألون اللي فكرته إن أسرة بتقرر تسافر للاحتفال بالكريسماس في ولاية تانية في أمريكا. الأسرة بتجهز الشنط وكل حاجة وبتسافر، وهم بيأكدوا على بعض إن هم وصلوا كده من أفراد والأسرة كلها، أفراد الأسرة كلهم وصلوا. بيفتكر الأب والأم اللي هم مش لاقيين ابنهم كيفن، وطبعا هم نسوا ابنهم كيفن في البيت. ابنهم كيفن طبعا بيتعرض لحاجات كتيرة في الفيلم. دي أول حاجة، الفيلم طبعا هم نسوا ابنهم في البيت وسافروا ولاية تانية عشان يحتفلوا بالكريسماس والاحتفالات بتاعت رأس السنة. الأم والأب بيفتكروا إن هم نسوا ابنهم كيفن نسوه في البيت. طبعا في الفترة دي بيكون في اتنين حرامية البيت اللي كانوا ساكنين في الأسرة دي اللي هي سافرت، البيت فاضي فبيدخلوا يسرقوه. فبيتفاجئوا بقى اللي هو ايه طول أحداث الفيلم اللي هم في شخص في البيت بيحصل بقى مقالب وكده. فالفيلم اتعمل منه الجزء الأول سنة 1990، اتعمل جزء تاني 1992، والفيلم ده نجح جامد جدا، كسر الدنيا في الفترة دي. الفيلم من إخراج المخرج كريس كولومبوس، بطولة طبعا الولد الشاب الولد الصغير ماكولي كولين، والاتنين حرامية جو بيشي الحرامي الاول دانيال ستريت. دول نجوم الفيلم، ابطاله الولد الصغير والاثنين حراميه. عمل منه جزئين طبعا كسروا الدنيا وكانوا جزئين جامدين جدا. والولد ده بيعمل بقى مقالب في الاثنين حراميه، ان هم بيدخلوا البيت بيقتحموا البيت عليه وعايزين يسرقوه، تعرض لمشاكل فبيأمن نفسه ويعمل مقالب بقى وحاجات في البيت، شويه خدع وتراكس وحاجات كده. الفيلم حلو جدا وانصحكم تتفرجوا عليه لو ما اتفرجتوش عليه. طبعا الفيلم حلو، طبعا منه اجزاء كتيره بعد اول جزئين بس من ممثلين مختلفين ومخرجين مختلفين برضو، بس ما نجحوش زي الجزئين دولت اللي بطولته. الاول جزئين كسروا الدنيا ونجحوا، بس الاجزاء اللي بعدها الجزء الثالث الجزء الرابع والخامس اللي اتعمل فكره تانية، ممثلين جداد غير الطفل ده ومخرج تاني، اتعملت ما نجحتش ولا كسرت الدنيا. فاعلنوا من حوالي اسبوع ان في جزء ثالث بعد ما الولد طبعا كولين ده الطفل دوت كبر. عامل جزء ثالث هينزل 2025 بنفس الممثلين اللي معاه اتنين حراميه، نفس جوش بوشي ودانيال داخلين معاه في الفيلم، وام واب برضه، والام والاب نفس الممثلين. فمتحمسين جدا للجزء الثالث بنفس الممثلين ونفس المخرج. اكيد هيعملوا فيلم جامد جدا هينزل 2025. طبعا الفيلم كان جميل جدا وحلو جدا بمناسبه راس السنه والكريسماس اللي احنا خلاص سنه جديده. طبعا فكره الفيلم دي دورت عملت سيرش كتير، هل حصلت حاجات زي كده؟ هي حصلت مع اسر بره مصر، كانوا بتحصل حاجات زي كده. واحده نسيت ابنها برضو، كانت في تكتب لنا كده مثلا ايه اللي تتوقعه احساسك ايه لو حصل معاك الموقف ده. مثلا حصل معاها كده نسيت ابنها وسافرت، ايه اللي هيحصل؟ هتعمل ايه الوضع؟ يعني ايه الشعور؟ عايزين نعرفه. هل ممكن حاجه تحصل زي كده معاك مثلا او مع حد تعرفه؟ اكتب لنا برضه لو حصلت مع حد تعرفه، اكتب لنا تعليقات في الكومنت تحت. وبس يعني ايه فيديو سريع خفيف كده، حلقه جديده حلقه خفيفه. يقول لنا ايه رايكم في الحلقه، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات. انتظروا كل جديد. انا سعيد عليكم ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. كل سنه وانتم طيبين.